ما تقلقش يا موسى بيه، من حسن حظه ان الرصاصه دخلت بزاويه جانبيه وبالتالي الاصابه سطحيه، مفيش اي عضو من الاعضاء الحيويه اتصاب. هو حصل نزيف كتير بس الحمد لله احنا عرفنا نسيطر على الوضع كويس. الكلام ده هو الحقيقه ولا بتطمني وبس؟ والله يا ضوء يا باشا ابدا صدقني. طب اتفضل يا دكتور، اتفضل شكرا. راغب عامل ايه؟ راغب كويس، دكتور لسه مطمني شويه وهيفوق وهيتكلم وهيبقى زي الفل. انت هتسكت على اللي عمله نديم في راغب يا موسى؟ لا مش هسكت، وحق راغب عندي انا وانا اللي هجيبه من نديم. اهدي بس شويه. نديم اللي طول عمرك بتتم من وراه مش كده؟ ايه؟ لحقت تهربه؟ انتوا طول عمركم بتكرهوه ومن زمان قوي، مش هتيجوا دلوقتي وترجعوا له حقه. اهدي شويه يا حبيبه لو سمحتي، اهدي. انا عمري ما جيت على حق راغب، بالعكس نفذت وصيه ابويا وشلته في عينيا، لا وشلته على كتافي في عز كل مصايبه. اهدي بقولك، انا لما عرفت اللي حصل ما كنتش بحاول ان انا الحق نديم على حساب راغب، لا ده كان خوف طبيعي لاخ خايف ان اخواته الاثنين يضيعوا في لحظه واحده. ارجوك قدري اللي انا فيه كمان. اهدي.